بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عيد اضحى مبارك عليكم يا رب. تعود الايام عليكم بالخير واليمن والبركات. النهارده ان شاء الله باذن الله انا هعمل معاكم يعني طريقة للحمة حلوة جدا جدا. هي عارفين اللحمة اللي هي بتبقى بالصوص كده، يعني هي بتبقى حاجة في حتة تانية خالص يعني. ان شاء الله هنعملها النهاردة لحمة بالبصل والطماطم والبصل قرمه الصغير بس. يعني بصراحة جربوها الطريقة دي. انا شفت يعني حد كان عاملها عجبتني قوي قوي قوي، فجربتها بصراحة فعجبتني الطريقة قوي. فجربوها وان شاء الله مش هتندموا على الطريقة دي. اول حاجة احنا جبت معايا بصل هنقطعه جوانح كده زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو انا اللحمه كانت عندي في الفريزر اصلا. فطبعا ما ينفعش ان انا اطلعها اسيبها تفك، لان طبعا لو طلعتها وفكت هتفقد قيمتها الغذائيه، وكلنا عارفين الكلام دون. فانا وهي يعني الميه بولع الميه تغلي وبطلع كيس اللحمه واحطه في الميه على طول. انا عملت كده كمان علشان خاطر انا كنت عايزاها تفك، لان انا مش هعملها مسلوقه. انا عايزه اعملها لحمه محمره بس بالطماطم والبصل. بدأت طلعتها وسبتها لما لغاية يعني غليت غلوتين كده، اللي هي فكت من بعضها زي ما انتوا شفتوا كده في اول فيديو. هي مش مستوية على فكرة، هي نية، بس هي يا دوبك اللحمة فكت من بعضها بس من التجميدة ان انا اعرف ان انا اقطعها. تمام، وانا قلتها في طبق زي ما انتوا شايفين كده هو. آه هي كانت تقريبا كانت موزة كمان. انا بحب لحم الموزة جدا. وجبت بقى معايا حلة. احنا هنعمل كل حاجة، يعني كل الوصفة بتاعتنا النهاردة هي حلة واحدة، مش هنوسخ حاجة ومش هنعمل كذا حاجة ولا الكلام ده، لا. احنا اول حاجة البصل اهو، كمية بصل حلوة كده. بدأت اقطعها قوارم. زي ما انتوا شايفين، اقطعها جوانح زي ما انتوا شايفين كده هون. لان طبعا مع السوا البصل هيتهري شوية، هيكرمل كمان يعني. عشان كده بقول لكم جربوها هتعجبكم قوي. عملت البصل جوانح كده وقطعته، بعد كده رحت جايبه الطماطم قطعتها جوانح برضو. وهبدأ بقى اجيب اللحمه ان انا اقطعها. زي ما انتم شايفين لحمه نيه يا جماعه، مش مستويه. اللحمه يا دوبك هي فكت من بعضها بس. اهو البصل ده اللي انا بوريه لكم ان انا هحطه بس لما اللحمه يعني يبقى فاضل لها تقريبا يعني مثلا ربع ساعة واقفل عليها او 10 دقايق واقفل عليها. بدأت ان انا ايه هحط عليها البصل الصغير ده. طبعا كل ده هتشوفوه معايا في الفيديو. انا بعمل لكم الطريقة واحدة واحدة كده عشان تجربوها بجد، واللي يجربها يدعيلي بجد على الوصفة دي. هنا هم بدأت ان انا اقطع اللحمة بتاعتي. زي ما انا قلت لكم اللحمة نية، ولو اللحمة طازة ونية بتتعمل بتتقطع وبتتحط كله على بعضه. يعني احنا قطعنا البصل وزي ما انتم شايفين وعليه الطماطم، وهنبدأ نقطع اللحمة حتت صغيرة ماشي، وهنحطها على اللحمة على طول. يعني اللحمة دي اللي يشوفها يقول مستوية، دي كانت جامدة شوية عشان كانت حتة عصب اللي بتبقى في اخر الموزة. يعني واخدين بالكم هي جامدة شوية عشان زي ما انا قلت لكم لحمة نية مش مستوية. فدي اللي هي العصب اللي بتبقى في اخر الموزية كده بتبقى جامدة شوية. هبدأ اقطع كل اللحمة، الكمية اللي معايا كلها حتت صغيرة. ليه؟ عشان تستوي بسرعة، تاخد وقت ما تاخدش وقت في السوا. لو انتوا شايفين هي على فكرة هي مش حتت صغيرة قوي لدرجة انها تتهري، لا، بس هي صغيرة بحيث ان هي ما تاخدش وقت كبير في السوا معايا. انا هقطع كل اللحمة اللي كانت معايا، هي تقريبا كانت كيلو. عايزه اقول لك والله هو الكيلو دون قعد عندنا كتير. واخدين بالكم ان اللحمه من جوه اصلا نيه ازاي؟ هي دوبك فكت من بعضها بس، لان طبعا وهي خارجه من الفريزر كوك عارفين بتبقى ماسكه كلها ببعضيها، فصعب ان انا ايه احطها في ميه كمان وافكها. فاضطريت ان انا اولع عليها البوتاجاز يا دوبك بس غلت غلوتين، اللي هي فكت لي التلج من بعضه. ان حسيت ان كل قطعه بقت لوحديها، وبدات ان انا خرجتها تبرد شويه عشان اعرف ان انا حتى ان انا اقطعها. اهم حاجه يا جماعه اللحمه تتقطع حتت صغيره. انتوا واخدين بالكم حتى لو هي حته كبيره انا بقطعها ترانشات يعني تخينه شويه.
ليه ومش رفيعه عشان ما تبقاش مهريه زي ما قلنا، ما تتهريش، لان هي كله هيتسوى في قلب بعضه. يعني هي كله في الحله كلها نحطها بالتوابل بتاعتنا بالكلام ده كله هيبقى في حله واحده. آه كده انا خلصت اللحمه بتاعتنا. هنبدا بقى احط التوابل. التوابل انا حطيت ملح وفلفل اسمر. وطبعا الفلفل الاسمر بتاعي انا من اساسيات عندي، انا بحبه جدا جدا، ان انا الفلفل الاسمر اطحنه. لازم يكون، انا بحب اجيب التوابل عامه حصى، انا ما بجيبش توابل ناعم، يعني ما بجيبش توابل خالص ناعمه. لا، انا بحب اجيب التوابل حصى وانا اللي اطحنها في البيت. فانا كده حطيت الفلفل الاسمر بقى، بحب احط عليه ورق لورا بتاع ده، اللهم صل على سيدنا محمد، جوز الطيب، حبهان، بحب انا كوبيبه شامي. بحب انا اطحن الحاجات دي مع الفلفل الاسمر، بصراحه بيدوا ريحه حلوه قوي قوي للشوربه كمان. انا حطيت هنا فلفل اسمر ومعلقه توابل اللحمه، فلفل اسمر ومعلقه توابل اللحمه وملح، ما حطيتش اكتر من كده. طبعا انا مش هنحط كمون عشان اللحمه بلدي. الكمون يا جماعه، الكمون لو حطيناه، انا حتى لو اللحمه مش بلدي انا مش بحب احط الكمون على اللحوم اساسا. يعني الكمون بيغير طعم الاكل عامه، فانا مش بحب احط على اللحمه عامه كمون، وخاصه لما تكون حاجه بلدي بتضيعي طعمها نهائي. بدات خلاص كده، انا ولعت عليها خلاص كله، انا حطيتش حاجه بقى خالص ومحطتش عليها ميه لغايه ما بكت القوطه الميه بتاعتها. يعني لغايه ما القوطه بكت الميه بتاعتها والبصل، انا ما حطيتش عليها ميه زي ما انتم شايفين. لو تاخدوا بالكم هي يا دوبك بدات تكرمل. انا في المرحله دي انا كنت حطيت علشان الامانه طبعا حطيت كوبايه ميه واحده بس. وبدات وطيت عليها بقى النار، هديتها كده عليها، غليت الاول وبعد كده بدات هديت عليها النار وسبتها مع نفسها. عايزه اقول لكم شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا كده بختبر اللحمه بس بشوفها ان هي خلاص دخلت في السوا. اللحمه اوريدي خلاص استوت. آه يعني عارفين اللي هي فيها حاجه بسيطه قوي كده، يعني انا حابه اللحمه تبقى دايبه قوي. فيها حاجه بسيطه قوي كده. بدات احط بقى البصل الاورمه علشان خاطر اللي هو يا دوبك يدبل، بس انا مش عايزه شكله يروح، انا عايزاه يفضل صحيح، البصله صحيحه زي ما هي، بس عايزاه اللي هو يدبل بس. زي ما انتم شايفين اصلا شكلها، يعني شكلها مش محتاج ان انا اتكلم. اللحمه دابت في بعضها، والبصل زي ما انتم شايفين اهو انداب. يعني بص انا هختبر بصلايه، شايفين هو دبل، هو دبل بس كل بصلايه صحيحه زي ما هي. وطبعا اهم حاجه اختبرت اول حاجه العصب اللي كان محطوط دون، اللي كان في اخر الموزه، لقيته برضو استوى. فعايزه اقول لكم الوصفه دي بجد بجد رهيبه. انا كنت بدور على وصفه للحمه تبقى بالمنظر ده او بالطعم ده او بالشكل ده، والحمد لله لقيتها عملتها. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. الطريقه سهله ومش مش هتعبك في حاجه، طبعا كلنا الحمد لله عندنا خير في بيوتنا كتير. ولو بكميه بسيطه حتى لو نص كيلو تعملي كميه حلوه. واتمنى في اخر الفيديو لو الفيديو بتاعي عجبكم اكتبوا لي طبعا في الكومنتات، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان وعيد سعيد عليكم ومبارك يا رب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.